إعداد قدم مباريات قوية في تونس وفي القاهرة، وآخرها نادي بتروجيت والتعادل والفوز على منتخب الشباب. لكن في البداية المباراة الرسمية كانت مختلفة للغاية. هناك بعض السلبيات من المدرب يعني ريبيرو. يعني الرؤية كتير ناس من النقاد وكتير من المهتمين بالنادي الأهلي وجمهوره شايف يعني مدرب يعني مش زي هو المتوقع للإدارة، وهو يعني المدرب اللي هو يعني يلبي رغبات جمهور النادي الأهلي وإدارة النادي الأهلي. رؤية مفيش رؤية، يعني ضعيف شوية بالنسبة إدارة المباراة والتغييرات والتشكيل وحاجات كتيرة كلنا شفناها وكلنا لاحظناها. فهل هو ده المدرب الذي يصلح لإدارة النادي الأهلي؟